جابرييل صليبي لاعب كرة سلة برز بالملاعب اللبنانية. صليبي يلي انضم لنادي الأنطرانيك هيدا الموسم لعب مع العديد من الأندية بالمرحلة السابقة. تنقل جابرييل بين أندية الشانفيل، هوبس، دينامو وبيروت. وصل صليبي بموسم 2022-2023 لنهائي بطولة لبنان رفقة دينامو، بحين حقق عام 2019 مع هوبس لقب بطولة لبنان لتحت 23 سنة. على صعيد منتخب لبنان، ورغم عدم مشاركته بمونديال 2023 إلا أنه صليبي ساهم بتأهل رجال الأرز لرابع مرة لكأس العالم عندما كان ضمن الفريق بالتصفيات المؤهلة. اليوم منستضيف صليبي لنحكي أكثر عن سبب انتقاله للأنطرانيك، أبرز المراحل بمسيرته وكتير مواضيع تانية. هاي جابرييل. هاي كيفك؟ منيح؟ الحمد لله. أول شيء ثانك يو على الاستضافة وجريت فيديو. بهيدا الفيديو بدي بلش معك. يعني شفناك نحن تنقلت بين العديد من الأندية وتقريبا كنت عم تكون بكل سنة بين نادي ونادي. ليه؟ اوف ليك هذا الشيء ما بيكون in your control كلاعب you know. It depends from year to year، وخصوصا ان احنا بلبنان عشنا اوقات صعبة بين كورونا وحرب سو في كتير قصص بيجي بالديسيجن اللعيب شو بده يعمل السنة الجاي، وصعبة تمضي كونترا على مثلا 2-3 years اذا منه مبلغ كمان بيحمسك تمضي على كذا سنة. ما في specific reason، انا باخدها سنة year by year انا هون بلبنان بس that's it. السنة عم بتبلش الموسم مع نادي أنطرانيك. بالأول شو سبب انتقالك للأنطرانيك بهيدي المرحلة؟ ليك من بعد السنة الماضية مع بيروت أنا had a big injury، بفتكر الكل صار aware. عملت 3 surgeries بكاحلة. نادي الأنطرانيك هالسنة إذا بدك كان the most interested. عادة usually after كل season عندك تليفونات بيدقوا لك قد ايه بدك، نحن we're interested in you, we want you. أنطرانيك had a different approach. دقولي بدنا نشوفك لايف. هيدا أول شيء كتير حبيتها منهم. رحت قعدت مع البريزيدان which is a totally new management. hats off بعقده بعد اوكي early in the season، بس عم بيعطونا كل شيء literally كل شيء. يعني من احسن مانجمنت انا شاغل معهم، فتحمست قعدت معهم. it was a easy back and forth، ما كتير علقنا على قصص، ومش هيك نقيت نادي أنطرانيك. وكمان الكوتشنج ستاف ما فيني كمان انسي، يعني اعطاني كل الثقه. so it was easy for me to pick أنطرانيك. عم بتبلشوا الموسم كنتوا قد بخسارتين، مع انه بالمباراه الاولى ادائكم كان كتير منيح امام المركزيه، وبالمباراه الثانيه يعني عملتوا اداء جيد امام هومنتمن. بنلاحظ انه اول كوارتر ثاني كوارتر عم بتكونوا احسن وبعدين عم تقشطوا. شو السبب؟ ليك نحن كنادي أنطرانيك، وقلتها كمان بالانترفيو last game، النادي كتير I think we're the youngest team بالليج. يعني I'm 28 I'm the oldest، الأجانب 25 26 27، وأكبر لبناني من بعدي 22. يعني هيدي لحالها بتحكي. We had a great an amazing pre-season. We performed really well الكل من الأجانب للصغار. like it's very normal first 2 games يصير عندك أغلاط. بعدين it's a game of basketball، either you win or you lose. We were on that losing end، بس عم نتعلم من our mistakes. يعني هلا عم نتمرن الانتنسيتي تبع التمرين رجعت at a very high level كيف كنا بالبري سيزن. هيدا كمان شيء كجاب on a personal level بيحمسني كمل السيزن on a positive note، لأنه بشوف قد ايه الصغار they're hungry to learn. والcoaching staff on their end they're doing everything. يعني we had a very tough pre-season، morning afternoon practices gym، يعني كابسيننا مثل ما لازم. نحن هلا it's up to us يعني to really be hungry وما نعمل هيدول الداونز بالجيم. يعني السكند كوارتر مثل ما انت عم تحكي عم بيكون في عنا هيد داون،
عم نتعلم ليه عم بيصير فينا هالدم. فهمت كيف؟ so it's video sessions, it's experiences, it's a whole learning process. وان شاء الله الأحد عندكم جيم مهم مع الحكمة، كيف تحضيراتكم لهيدا الجيم؟ معقولة يعني تحضروا لشيء أحسن من الجيمات اللي قبل؟ هاي اكيد يعني مثل ما عم بقول لك عم بقول لهم للشباب من وقت ما بلشنا it's game by game. ما بدي اشوف اذا حنخلص فاينل 6 اذا بوتم 6 معقول نعمل مفاجاه. game by game. هلا عنا جيم حكمه، عم نتحضر لجيم حكمه. we learn from our mistakes. بدنا نفرجي the best image possible. هلا نادي حكمه كلنا بنعرف يعني مرشح اكيد ف it's gonna be a tough one for us. بس بالنهاية it's a game of 5 on 5. ما في شيء مستحيل وبدنا نفرجي the best image possible. بنظام هيدا البطولة السنة عم نشوف انه رجع 3 اجانب لكل الاندية. انت بفريق متوسط بتلاقي لو كنتوا انتوا 2+1 والاندية الكبيرة باجنبيين كان افضلكم؟ لا ليه؟ صراحة there's بعد في a big difference in level بين اللبنانية. عرفت كيف؟ خلص النادي اللي حيكب كتير مصاري حيجيب basically from the high caliber players حتكون صعبة لغير نوادي to compete against. عرفت كيف؟ أنا سنة الدينامو بتذكر كان هيدا الفورما كنا نوصل على جيمات. أول شيء نحن كفريق كبير ما بتجي محمس، بتوصل عم تربح 40-50 نقطة. It wasn't fun. the new format you never know. يعني الفرق الكبار example هلا عم بعطيك هالسنة لأنه الكل عم بيحكي عنه الرياضة حكمة، ما فيهم يجوا على جيمات يكونوا مرتاحين حياكلوها. عرفت كيف؟ and which is somehow good للبنانية لأنه عم تجبر حالك تتمرن أكتر، تنتبه على نومك، على أكلك أكتر، to perform at a high level ليطلع لك هالتشانس تطلع وتلعب بالجيمات. بالنسبة للأندية الثانية بدنا نعمل هيك شوية تحليل صغير. شفنا يعني أنت الشانفيل من الفرق المفضلة عندك 100%. شفنا تركيب جديد السنة لنادي الشانفيل. كيف شفت النادي السنة وبتحس الفريق بيقدر يفوت فاينل فور؟ ليك شانفيل مثل البيت الثاني. كثير بحبه للنادي من أنا وصغير أما فان. ليك هالسنة مثل ما قلت هي شوية كمان لعبة أجانب. ما كذب عليك، 3 أجانب على الملعب we're 5 players. يعني عندك لبنانيين بس على الملعب. anything is possible لحيلا فريق. هلا هني كمان شانفيل تأخروا شوي يعني ركبوا الفريق آخر لحظة. so منن إذا بدك الفريق المفضل ليكون final four بس they have great players. one of my best friend which is علي محمود كل يوم على تواصل معه عم بيخبرني شوي يعني على طول بنخبر بعض شو عم بيصير معنا. ليك جو كتير حلو هونيك بالشانفيل. كمان they have a balance بين youngsters وعالم مع experience. so they got nothing to lose, no pressure. They just have to go out there and play. They can make the final four as من ناحية نادي بيروت كمان فريقك السابق شفنا السنة تركيبة جديدة. أول شيء أنت شو كان سبب خروجك من بيروت؟ أنا أول شيء بدي أقول لهم thank you لنادي بيروت لأنه last year كانت مرحلة صعبة إلي. و somehow فيني أقول إنه ضلهم by my side. ما قدرت أعطي لهالنادي جابرييل الصليبي الحقيقة تنقول. بس I'm on a very good relationship مع كوتش جاد. هو كان كتير بكل مراحل مسيرتك يعني كان معك هوبس. أنا إذا بدك على طول نضحك أنا وياه لأنه one year أنا معه one year I'm not. يعني إذا بترجع هلا بالهيستوري بلشت شانفيل رحت هوبس، رحت شانفيل، رحت دينامو، رحت شانفيل، رحت معه على بيروت. so one year yes one year no. أنا مع كوتش جاد ما بعرف ليه هيك عم بيصير
بس ايه كل التحيه لكوتش جاد. انا فليت لانه عم بقول لك نادي اونترانيك فاتوا بطريقه اخذوا all my attention. عرفت كيف؟ انا I go by motto I go for a team مش لانه they want me، لانه they need me. and I felt like Antranik needed me more than Beirut. هلا انت السنه راجع بعد من اصابه، كان كمان افضل تروح كمان على فريق تقدر تلعب ستارتينج 5 بظل وجود 3 اجانب. يمكن اذا رحت على فريق كلاس A رح تعاني من عامل الوقت. هلا انتبه، انا بيروت فريق كتير كبير وهيك، بس انا انه اذا لو ضليت هونيك بحس حالي I would have been a starter and a leader. بس كمان it was my decision to go اذا بدك كمان اذا بدك a smaller team تعطي كل هالاكسبيرينس. والحمد لله لهلا it's doing well. من ناحيه اقوى فريقين بالبطوله السنه يعني الحكمه والرياضه، كيف بتشوف المنافسه بيناتهم السنه، ولمين بتشوف الارجحيه هلا يعني مع بدايه الموسم؟ for now رياضه. يس. مع انه في كتير عالم بيقولوا انه الحكمه كان تحضيره احسن من الرياضه. لازم يكون احسن من الرياضه. لازم، لانه بالنهايه الرياضه صار لهم سنين مع بعض. يعني اذا بدك من 2005 لهلا they're just replacing pieces، ما عم بيشيلوا عم بيحطوا. هن ماشيين بهالسكه وعم تزبط معهم. الحكمه كل سنه عم بيصير في كتير changes. يعني هلا هالسنه صار كمان نيو كوتشنج ستاف. اوكي كوتش جو كان معهم قبل بس راح ورجع، منه معهم من قبل سنين. كمان عندك يوسف كمان they got him on board، وعندك علي حيدر they got him on board. وهدول the main players عم تحكي، ما عم تحكي البنش players. انا عم بحكيك كمان players they're new، وثلاث اجانب هلا كمان على الفورمات الجديد. الرياضه معودين على بعض so they have the small edge. هلا بعدين اذا بدك تحكي name by name بركي الحكمه تكون احسن، بس بالنهايه it's a team sports وبدك تشوف كيف التركيبه ماشيه. بدي ارجع معك للموسم الماضي. يعني انتم بيروت السنه الماضيه كان عندكم فريق مرشح للفوز بالبطوله. شفنا بيروت ما قدر يوصل للفاينل. شو السبب؟ شو كان عم بيصير بأروقة النادي لا ما قدرتوا توصلوا للفاينل؟ ليك it was a disappointment، ما حكذب عليك. يعني مع الاسامي اللي كنا عنا اياها حرام ما تربح بطوله صراحه. انتوا كنتوا ربحتوا بطوله دبي يعني يعني كان عندكم فريق. يس صار معكم باخر السيزون. the main core اللي بزعل عليه the main core كان already مع بعض هديك السنه. السنه انا ما كنت فيها كمان كور كانوا هونيك. وانا كوتش جاد for me مثل ما قلت لك one of the best coaches. كمان كان on board معنا. كمان قصه اجانب انا in my opinion. قصة أجانب. أنا ريكي ليدو he should have stayed. أوف. أوف. يعني ما توفقنا بالأجانب. let's put it that way. ووقت ما تتوفق بأجانب بتغير كل الكيمستري. يعني بتلاقي ريكي ليدو السنة الأنطونية رح big plus. كيف ما تحط ريكي وين ما بدك تحطه he's a big plus. he's a hooper. فهمان اللعبة، عنده experience قد ما بدنا نحكي. ما يعني كلاس A player ريكي عن جد واو. يعني انت كنت مع كوتش جاد انتقلت للمنتخب. يس. استدعيك على المنتخب. زعلت منه بس ما استدعيك على بطولة العالم؟ لا بالعكس، انا ما بفكر هيك ابدا. ما بفكر هيك. يعني العالم اللي بيعرفوني on a personal level انا ما بزعل. خصوصا المنتخب. whatever the coach sees بيناسبه للمنتخب this is the decision he has to take. وذاتس ات. يعني بتخلص هون. اذا لو I had to go بدي اعطي 100% مثل ما وائل لازم يروح على المنتخب ويعطي 100%. يعني ما فينا نفرق. عرفت شو قصدي؟ anyone بيلاحق للمنتخب بده يعطي 100%. ما اذا ما استدعيك you have to support. بس that's it plain and simple. كيف شفت شو اسمه توقيع مع كوتش احمد فران للمنتخب اللبناني، وبتلاقي انه كوتش احمد بيقدر يعمل نتيجه مع المنتخب؟ كوتش احمد يعني he's going in the books. كل سنه championship. شابو بقى له.
خصوصا مع الفريق اللي عنده، يعني to manage a team مثل الرياضي اللي عنده الأسامي مثل السمعة لوائل وقت كان معهم، لأمير، لكريم، لعلي، لكل الفريق from A to Z. منا هينة أبدا. يعني أنا كنت بفريق كبير مثل الشانفيل وقتها كان فادي وأحمد ونديم سعيد ونديم حاوي وجاد خليل وعلي مزير. كنت فرق كبار. منا هينة أبدا للكوتش يقدر يلقط هاللعيبة. سو شابوبا لكوتش أحمد. و I think he's a great fit للمنتخب. كيف بتقيم تجربة كوتش جاد الحاج مع المنتخب؟ يعني بنلاقي كوتش جاد الحاج عمل نتائج كتير منيحة مع المنتخب. In my opinion perfect. بتلاقي أخطأ الاتحاد عندما سمح للكوتش جاد بالمغادرة؟ ما فت كتير in details. صراحة ما بعرف ليه كوتش جاد ما بعد منه بالمنتخب. أنا ما كتير I'm up to date on this story. بس كوتش جاد عمل اللي كان لازم يعمله. I think he did some great results. وبحس الاتحاد كمان is aware of it. إذا صار في تغير بحس للأحسن يعني I guess. من ناحية الاتحاد كمان عم نشوف يعني السنة بهيدا النظام الجديد صار عندكم فاينل 6 رجعتوا لثلاث أجانب. قديه بتلاقي بيتأثر عليكم أنتم كلاعيبة إذا كل سنة عم بيتغير نظام البطولة؟ يعني كل سنة بأول السيزن بيكون عندكم نظام جديد. أكيد بتأثر عليك. هلا أنا on my end بضلني لعيب. عرفت شو قصدي؟ ما كتير بفكر بالفورمات. I go, I train, I do my job, I play my games وبرجع على البيت. بس it's a good format. More games. هيدا اللي حبيته صراحة. More games. عندك وقت أكتر تفرجي حالك، تعود your mistakes إذا عامل فوبا مش فوبا. عندك هدول الجيمات اللي بيأثروا كتير بالبطولة، لأنه وقتها تكون قصيرة البطولة إذا بتعمل فوبا فيك you cannot recover. يعني it's harder. كمان من ناحية تانية أنت ابن عائلة رياضية، يعني بيك كان لاعب سابق. شو بتستفيد من بيك كلاعب سابق لتطور مستواك؟ وأمي كمان كنت تلعب بس تنس. فيها تفيدك؟ أكيد. mentally. وماي جرامبا من ميلة أمي كمان كان لعيب باسكت وكان عنده بالوراثة القصة. وكان عنده فريق باسكت بفرنسا. كمان. Yes. So بالعائلة. Like it's very important to have a family بالفيلد السبور. مش ضروري يكون بس كمان your sports، لأنه أنت قلتها المنتل بارت هي أهم بارت. They're always behind me, ups, downs. بيعرفوا كيف ينصحوك أحسن. I'm gonna put it لأنه عندهم الإكسبيرينس. عيشوا اللي أنا عم عيشه هلا. بالترانسفير بتستشير بيك؟ بالترانسفير at a younger age yes. هلا it's more of my decision، بس على طول بستشيره. أكيد يعني like it's always good to have a third eye. عرفت كيف؟ يعني أوقات أنت ما بتشوف قصص اللي هن حيشوفوها، مثل بالباسكت. يعني على أرض الملعب في قصص أنا حشوفها الكوتش ما حيشوفها، أو الكوتش حيشوف شيء نحن كلاعيبة ما حنشوفها. So it's the same thing كمان بالترانسفيرز. أنت بالبداية كنت بأمريكا عم تتعلم بالجامعات، يعني رحت على دوري الجامعات. يس رحت على هاي سكول فيرست ورجعت دوري الجامعات. قد ايه عم يستفيد اللاعب اللبناني بس يكون برا ويرجع على لبنان؟ ما هيوج اكسبيرينس لانه بتلعب جيمات اكثر. بامريكا انا بتذكر بالهاي سكول كان العب بالويكند around 12 games بالويكند. يعني Friday, Saturday, Sunday 12 جيمات 4 games 5 games a day. So من هون بتشوف قد ايه بتتعلم اكثر بامريكا from the experiences. واكيد يعني التكنولوجيا هونيك they're always ahead of you هونيك. يعني انت عم تشوف مستوى اللعيبه اللبنانيه هون، يعني عندنا لعيبه مثل وائل مثل يويو، بتلاقي هيدا مستوى اللعيبه صار في مثلا يفوت باليورو ليج يقدر يطلع يحترف برا باوروبا، او يوصل بعد فتره للان بي اي او بعدها بعيده.
بعدها بعيدة. بعدها بعيدة. بعدها بعيدة. شو بينقص اللعيبة اللبنانية؟ The discipline. ما في ديسبلين بلبنان. ليك the discipline الجيمات الناقصين عنا انه نحن بنبلش هون بلبنان amazing بس ما عنا بعد الستركتشر enough to go through اللعيبة برا شو هن they go through وفي جينز كمان ما بدك تنسى الجينز. yeah it's not impossible يعني شفنا روني سايقلي it's not impossible بس من 2013. هلا مثلا بتلاقي وائل اذا طلع على اوروبا ما بقدم اداء ممتاز حسب وين باوروبا عرفت كيف. you have different levels. اليوم اذا بتحكينا التوب يورو ليج تيمز كثير صعبه it's not easy بس مش لانه وائل ما حيعطي حسب كمان الكوتشنج ستاف شو عايزين مع كمان بالباسكت عندك رولز عرفت كيف. مين محل وائل؟ وائل is a leader يعني بيحب هو ياخد الماتش على عاتقه he's a big player بيحب big moments. do they need that هونيك؟ هون لازم تسأل السؤال. يعني أنا اليوم بشوف ريال مدريد أو موناكو who's مايك جيمس بموناكو هذا وائل بدك تقارنه بمايك جيمس لأنه this is what وائل brings to a team but do you want to replace مايك جيمس بوائل؟ يعني هون بتصير عم تحكي بكاليب كتير عالي. بس that's it. بدي ارجع معك على لبنان. لعبت معك كتير أندية. مين الفريق بعد يلي بتطمح تلعب معه بالمواسم المقدمة؟ Like it's always nice to play for a team that has a crowd. رياضة حكمة. Plain and simple. يعني بعد ناقصك سنة بالرياضة سنة بالحكمة. أو بس واحدة منهم. بس واحدة منهم. أو بس واحدة منهم. Which one الله بيعرف. طيب جابرييل أنا بدي أشكرك كانت حلقة حلوة هيك كانت خفيفة نظيفة. Thank you so much. ميرسي كتير. Thank you على الاستضافة.